السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم الشيبسي بتاع المحلات او المصانع في البيت، طريقة سهلة جدا وبأطعم ومنكهات طبيعية من البيت بدون مواد حافظة. نتسلى بيه، الاولاد يتسلوا بيه في البيت بالليل كده، او ياخدوه معاهم المدارس. بجد والله العظيم طعمه احلى ما يفرقش عن الشيبسي اللي بنشتريه من بره، بل بالعكس طعمه احلى بكتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، متنسوش تصلوا على رسول الله. معانا 4 أو 5 حبايات كبار من البطاطس. دي بطاطس حمرا، البطاطس البيضة بتاع التحمير تنفع برضو، بس بتكون النتيجة احلى وبتطلع زي اللي بنشتريه من بره بالظبط بالبطاطس الحمرا. بنبشر هنا كمية البطاطس اللي تحبيها. اهم حاجة اول احنا هنا اهو عملنا البطاطس بشرناها، اهم حاجة بقى نغسلها كذا مرة. اللي بيطر مننا البطاطس النشا اللي فيها، فانا بغسلها بتاع مرتين 3 4 على الاقل، واسيبها برضو في شوية كده بتاع دقيقتين 3 في مية عشان برضو تنزل كمية النشا اللي فيها كلها. هنا انا بعد ما غسلتها كويس جدا بالمية، برجع اصفيها من المية. بغلي بقى مية مغلية، واحط هنا معلقتين كبار من الملح او 3 على حسب كمية المية اللي انت حطاها المغلية. 3 هنا و3 هنا. انا هعمل بالشطة والليمون وبالخل والملح، والله اللي بالخل والملح ده طعمه في حتة تانية خالص. وبنحط هنا، بنحط على المية المغلية معلقتين، على كل بولة من دي معلقتين كبار من الخل. ده الاساسي اللي احنا بنحطه لاي منكهات تاني. عايزة تعملي بالكاتشب، لو عندك كاتشب في البيت بتحطي معلقة كبيرة من الكاتشب او معلقتين كبار من الكاتشب على المية. انا هنا ضفت معلقتين كبار تاني للبولة الاولانية دي، لان انا ده هعمله بالخل والليمون، بالخل والملح. هضيف الشيبسي بعد ما ارجع اغسله مرة كمان. هنا هضيف الشطة والليمون، عايزاه مزز جامد بتحطي ليمونة كاملة، زي اللي بنجيبه من بره، المزازة بتاعته بتبقى عالية. حطي ليمونة كاملة. انا هنا عشان معايا اطفال صغيرة فما حطيتش الا الا نص ليمونة. وبنحط على فكرة نص معلقة صغيرة من الكركم على المية دي. وبرجع انزل فيها البطاطس بعد ما نشفتها. بنزل فيها البطاطس لمدة ربع ساعة او 10 دقايق، من 10 لربع ساعة. دي معلقة من الملح برجع احطها تاني. انا هنا ما كانش عندي كركم، بس اساسي ان انت تحطي الكركم، بيخديها لون زي بتاع المطاعم بالظبط، او زي الاكياس اللي احنا بنشتريها من بره. ودي انضف وصحية وطعمها حلو جدا، مبتفرقش خالص عن اللي بره، وحاجة عاملينها في بيتنا ونظيفة. والله المعلبات دي بتجيب امراض للاطفال، نزلات وبجد الشيبسي ده اللي بره ده ضار جدا، والمواد الحافظة اللي بيحطوها دي. احنا هنا هنسيبها بتاع 10 دقايق.
وبنرجع بعد كده نصفيها من المية دي ونحمرها. بنحمرها في كمية في كمية زيت غزيرة، ما تخافوش حطوا على بعضهم، ما بيلزقش ببعضيه. وبنطلعه في مصفى. انا هنا صفيت منه كمية المية كلها وهروح احمره في الزيت وارجع لكم تاني. انا بعلي النار على الزيت مش بوطيها، اهم حاجة تقلي في حاجة غويطة. والله بتطلع بصي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الشيبسي ده تصوير تاني، انا كنت هنا عاملاه مرة كمان في رمضان فانا صورته لكم. ده اللي بالخل والملح، والله مقرمش قرمشة فظيعة، طعمه حلو جدا. انا هنا كنت لسه ما سبتوش يصفي من الزيت، بس انتي سيبيه يصفي. هنا ده اللي بالشطة والليمون زي ما انتوا شايفين. لا ده انا كنت عامله مره كمان بالبابريكا. فانا بعد ما بعمله بضيف رشه بابريكا كده من على الوش. والله العظيم بيبقى اللي بالبابريكا ده طعمه خرافه. جربوه كده، ولو عندك بابريكا مدخنه رشي على البطاطس، بتفرق جامد جدا وطعمها بيكون جميل. ده الشيبسي زي ما انتوا شايفين طالع معانا ناشف ومقرمش، طعمه خطير. تعملوا كده تتسلوا بيه بالليل مع الاولاد، او تحطوه في اكياس وياخدوه الاولاد وهم رايحين المدارس الصبح. دي بنتي لازما تخطف لها واحده كده وانا بصور، بتستغل الموقف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.